14 والحمدان رقم 9 وامامك الكبير لاعب بطل اسيا الزعيم السعودي ياسر الشهراني. الكره اللي تنلعب والسعوديين اقرب الان الى مرمى المنتخب البحريني بمحاوله اخرى انلعبت تحولت اصطدت من المدافع ومرت. يا سلام يا سلام يا سلام، ضربه جزاء. هو شي يقول لك غيم الغيم حول يا مطر. الضربات الركنيه اتت، الكره اتت في العارضه. الان حكم المباراه السيد ليونيل تشودي يحتسب ضربه جزاء في خليج 24 وفي المداكن. جميله محاوله المنتخب السعودي. لاحظ في الاخير سقوط لاعب المنتخب السعودي. خذوا هات الكره الجميله ما بين لاعبي المنتخب السعودي. سالم الدوسري اللي ينقل الكره وبالتالي السقوط على ما يبدو. الغنام على ارضيه الملعب. حكم المباراه يحتسب ضربه جزاء. هي ضربه الجزاء اللي امامك الان اعتقد اللي تحمل تحمل الرقم 8 في خليج 24. لاحظوا عندما سقط هنا بالضبط لاعب المنتخب السعودي على ارضيه الملعب الدوسري والسعودي فرحان، والسعودي المشجع هني في ملعب المباراه سعيد. السعودي في المملكه في كل مناطق المملكه اكيد يتطلع الان الى ان سلمان الفرج ياتي بالفرج. سلمان الفرج ياتي بالفرج عند الدقيقة 10. ضربة جزاء لمصلحة الأخضر السعودي. خليج 24 المباراة النهائية. يمكن يكون هدف مبكر عند الدقيقة 10 وبالتالي حديث ما بين حكم المباراة السويسري وحارس مرمى المنتخب البحريني. ضربة الجزاء تحمل الرقم 8. المنتخب السعودي لم يحصل على ضربة جزاء. المنتخب البحريني لم يحصل على ضربة جزاء في خليج 24. هي أول ضربة جزاء للسعودية في خليج 24. لاعب كبير كابتن الفريق قائد الفريق الهلالي المتأهل بطل آسيا يكون بطل الخليج يجمع ما بين البطولتين. الفرج لاعبي الهلال الفرنسي مسيو رينار. وضربة الجزاء المحتسبة لمصلحة المنتخب السعودي. التسديد الله ضاعت من سلمان الفرج، ضاعت على المنتخب السعودي كما أضاع لاعب المنتخب العراقي علي عدنان. هنا تضيع ضربة الجزاء. ما ادري ايش العارضة والقائم اليوم على المنتخب السعودي. الفرحان الكبير الحارس المرمى الكبير السيد محمد جعفر لعب أكثر من 100 مباراة دولية. سعيد جدا. هو ما له علاقة لا بالكرة اللي ضربت العارضة قبل دقائق من الآن ولا بهذه الكرة ضربة الجزاء.